عاجل وبالفيديو. المدرب وليد الركراكي يفاجئ ويزلزل الجماهير المغربية قبل مونديال قطر لعام 2022 بهذا الخبر المحزن والغير متوقع. اهتزت الجماهير المغربية قبل قليل بخبر خروج مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي في تصريح عاجل يعلن فيه عن قرار محزن وغير متوقع قبل المونديال، وإليكم باقي التفاصيل. وكانت الجماهير المغربية تنتظر بفارغ الصبر وبفرحة مباريات المونديال وتتمنى أن تسير الأمور بخير ويتأهل المغرب إلى دور المجموعات، لكن وعلى ما يبدو فإن تصريح المدرب وليد الركراكي قبل قليل حطم كل آمال المغاربة قبل مونديال قطر لعام 2022، حيث وحسب بعض المنابر الإعلامية الغير رسمية فإن المدرب وليد الركراكي خرج قبل قليل في تصريح عاجل يكشف عن خبر غير مفرح للمغاربة بخصوص المنتخب المغربي. وحسب نفس المصادر فإن الركراكي صرح أن المباريات التي سيخوضها المنتخب المغربي في المونديال لن تكون سهلة ونسبة الفوز فيها قليلة. وصرح أيضا أن المنتخب المغربي يعاني من مشكلة كبيرة وهي عدم التفاهم بين اللاعبين واللعب بروح جماعية، وهذا ما سيؤثر وبشكل كبير على أداء المنتخب المغربي، وخصوصا مع وجود منافسين أقوياء مثل منتخب كرواتيا ومنتخب بلجيكا. وأضاف في الأخير: سنواصل العمل ونبذل كل ما في جهودنا والبقي على الله، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله.